السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طريقة كبس زيتون بلدي أخضر. طريقة بسيطة جدا وسهلة، تقدر تسويها في نص ساعة، ما يحتاج وقت. أول شي لازم وضروري أنك تنظف الزيتون من كل الشوائب اللي فيه ومن الغبرة اللي عليه. والشغلة الثانية، بعد ما تدق الزيتون تحطه في مي عشان ما ينقلب لونه. والآن نورجيكم أول الطرق وإن شاء الله خير. بعد ما ندق الزيتون بهذا الشكل، نحط الزيتون في المي على طول عشان ما ينقلب لونه. هذه الطريقة الأولى. والحين بعد ما دقينا الزيتون نروح نغسله كويس، دي غسلتين ثلاثة ونخليه ينشف. في طريقتين للزيتون. في الطريقة الأولى بيكون منقوع لمدة 3 أيام، وكل يوم بيتغير أكثر من مرة، لحد 4 مرات أو 5 مرات، عشان المرار تطلع وما يطول في الاستواء. والطريقة الثانية انه بيندق وبينغسل وبينكبس دغري، لكن يحتاج مدة اطول. والان نبلش طريقة التحضير. بسم الله. طبعا الكمية تقريبا مجهزها 4 كيلو. نضيف ليمون مع فلفل، الفلفل حسب الرغبة ويعطي لذة في نفس الوقت. ونضيف شوي زيت زيتون، ونضيف كمان ملعقة كركم. نضيف شوي ليمون وقناة هيك، طبعا المي تحتاج كل كاسة مي كبيرة تحتاج ملعقة ملح عشان يكون العيار مظبوط، لا يكون كثير ولا قليل. بسم الله. الطبقة الأخيرة نسكرها ونختمها بزيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الطريقة، وإن شاء الله نكمل الباقي ونجهز الكمية كاملة. وهيك خلصنا الكمية كاملة، ونتركها إن شاء الله لمدة 20 يوم. تقدر بعد 10 أيام تشيك عليها تشوف شو وضعه. ودمتم بخير.